حاسس ان يومك بيضيع منك ومش عارف تبدأ صح؟ استنى، الحل مش ان انت تقلد روتين حد معين زي ايلون ماسك او بيل جيتس او ستيف جوبز او الشخصيات المشهورة دي. الحل ان انت تكتشف روتينك بنفسك انت. اسمعني بس لحد الاخر عشان الموضوع ابسط مما تتخيل. جرب تبدأ يومك كل مرة بحاجة مختلفة، مرة بشوية تمارين خفيفة، مرة تبدأوا بالتأمل والصلاة، مرة تانية تبدأوا بالقراية او كام كتاب حلوين كده. كل يوم راقب نفسك وحط نفسك تحت الملاحظة. سجل بقى ملاحظاتك كالآتي: انت كنت نشيط امتى، واليوم ده كان عامل ازاي، ولحقت تخلص شغلك ولا لا. بعد اسبوع اوعدك هتكون بدأت تكتشف السر. ايه اول حاجة فعلا الصبح لما بتبتدي تعملها بتخليك مليان طاقة وانتاجية؟ لان روتينك انت مش محتاج ان هو يكون روتين من نسخة معينة من انفلونسر مثلا. روتينك انت هو الحاجة اللي بتمشي مع شخصيتك واحتياجاتك. خلي الصبح بتاعك يبقى على مزاجك انت. قولي بقى تحت في الكومنتس ايه اكتر حاجة جربتها بتخليك تدي طاقة في بقية اليوم. انا ياسين خليفة بتاع اشعاع، وده شعاع وعي. سلام.